مشاهدينا الفاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الارثيه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. اصابه 14 مواطنا من فيروس كورونا اليوم. توسيع برنامج تطعيم الاطفال في الأقليم الاوسط. تنظيم مهرجان الاريتريين في سويسرا. مقتل 15 شخصا خلال احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو. اليابان تشارك في تدريبات عسكرية في أندونيسيا لأول مرة. زلزال قوي يضرب شمال الفلبين ويخلف 4 ضحايا. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 14 مواطنا بفيروس كورونا، وكانت 4 من الإصابات من معسكر الجين، و2 من وسط المدينة، و2 من ميجهوت، وواحدة من كل من إندا جرمن، و4 اسمرة وترافولو ومن دفرة وابن حيلي وعد قيح. في غضون ذلك شفي 9 من مرضى وباء كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 9980. شفي منهم 9775 وتوفي 103 مريضا، فيما لا يزال يتلقى 102 من مرضى الوباء الرعاية الصحية في المستشفيات. وزارة الصحة 27 من يوليو 2022. أعلن مكتب وزارة الصحة في الإقليم الأوسط بأن تغطية برنامج تطعيم الأطفال بلغت أكثر من 97% في الإقليم. وأوضح ممثل وحدة صحة الأسرة والمجتمع في المكتب السيد برخة رأيا بأن الوحدة تقدم خدمات التطعيم في 35 مؤسسة صحية، فضلا عن التجوال في القرى البعيدة ليحصل من خلالها الأطفال دون سن ال5 على التطعيم وفيتامين A. أوضح المكتب تحقيق تطور ملحوظ في الخدمات الصحية عامة ورعاية الأمومة والطفولة خاصة بفضل الاستثمار الكبير الذي قامت به الحكومة في القطاع الصحي وتنمية القدرات المهنية الصحية. وأشار إلى إجراء جميع الحوامل لتحاليل فيروس الإيدز، كما يجب على الزوجين القيام به لأهميته. نظم الاريتريون المقيمون في سويسرا مهرجانهم الثاني يوم 23 من يوليو في مدينة سيون بمشاركة حكام الأقاليم. افتتحت المهرجان ضيفة الشرف حاكمة إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة. وقال رئيس لجنة تنسيق المهرجان السيد برهان تخلو في الكلمة التي ألقاها بأن مهرجان الاريتريين ينظم في مختلف الدول كتجمع وطني كبير وبمشاركة واسعة وبروح وطنية عالية من الإريتريين، وهو من ضمن الانتصارات الكبيرة. وأوضح القائم بأعمال السفارة الإريترية في سويسرا سيد آدم عثمان أهمية المهرجان للحفاظ على القيم ونقلها للأجيال وتقوية الوحدة وإبراز الهوية الوطنية. وقال بأن المشاركة الواسعة هذه السنة من جميع المدن السويسرية أضافت للمهرجان رونقا وبهاء. وعقدت السيدة أسمرة أبرهة سمينارا في المهرجان حول الأوضاع الراهنة في البلاد والبرامج المستقبلية، وقالت أن وجود إريتريا في منطقة حساسة جعلها عرضة للعدائيات لأكثر من قرن، لكنها تخطت بصمود شعبها وقيادتها الحكيمة كل التحديات والمعوقات، وتخطو الآن على طريق النجاح والانتصار. وقدم حكام أقاليم جنوب البحر الأحمر والقاشبركة وعنسبة الذين حضروا المهرجان كلمات إضافية. كما شهد المهرجان مناشط ثقافية والرياضية وجناح النضال وغيره، واختتم بتوزيع الجوائز على الفائزين في مختلف المنافسات. قام الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة أنشطته النصف السنوية يوم 22 من يوليو، وبحث برامج العمل المستقبلية، وجرى في التقييم إعادة تنظيم عاملات المؤسسات الحكومية وانتخابات الهيئة الإدارية وتقديم مناحل ومبالغ مالية ل20 امرأة في مديريات عد كليزان وحلحل وقلب وعيلة برعد، والإعلان عن تدريب 55 امرأة في مدينة كرم في مجالات الغزل والتطريز وتقنية الكمبيوتر. ودعت المشاركات إلى استمرارية التدريب والتأهيل وتنظيم دورات تأهيلية لرفع قدرات المرأة. وقدم مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم عنسبة سيد صالح إبراهيم خلال الاجتماع توضيحا حول الأوضاع الراهنة في البلاد والتطورات الإقليمية، داعيا المرأة لتعزيز دورها في المرحلة الجديدة. من ناحية ثانية، نظم الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة دورة تدريبية ل33 من عضواته في مجالات الإدارة والحوار وحل الخلافات وإدارة المشاريع وإعداد التقارير والخطط والأعمال المالية.
وذكرت مسؤولة الخدمات الاقتصادية والاجتماعية في فرع الاتحاد الآنسة ترحاس نرآيو بأن التدريب هدفه إلى رفع القدرات والخبرات الإدارية والقيادية. وأشارت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة سيدة آمنة حسن إلى ضرورة تطوير المتدربات للمعرفة المكتسبة بالعمل وبذل مزيد من الجهود. نظمت الكونفدرالية الوطنية للعمال دورة تدريبية لستة أشهر ل165 عاملا في مركز التدريب المهني في مصوع. وأوضح مدير مركز التدريب المهني المهندس رفعين بين في مراسم التخرج في 26 من يوليو تطور التدريب المقدم بفضل المعدات المتطورة والقدرات المكتسبة في المركز، مشيرا إلى القيام أيضا بدراسات للتعرف على أوجه القصور في القدرات المهنية للمؤسسات. وأكد ممثل الخريجين على العمل لتطوير مؤسساتهم وبلدهم بكل القدرات المكتسبة. وقال المدير التنفيذي في إدارة إقليم شمال البحر الأحمر السيد كبروم عن ميكيل بأن المركز يساهم بدور كبير في تنمية القدرات البشرية بالمؤسسات المتواجدة في مصوع. وقد خرج مركز التدريب المهني في مصوع الذي يعمل تحت إشراف الكونفدرالية الوطنية للعمال حتى الآن 722 عاملا وعاملة في 5 دفعات. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير وما فيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. قتل 3 من قوات حفظ السلام و12 متظاهرا على الأقل في مدينتين بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في اليوم الثاني من الاحتجاجات ضد بعثة الأمم المتحدة المتهمة بعدم التصدي بفاعلية للجماعة المسلحة. وقال قائد شرطة المدن الكولونيل بول نوغوما في بوتيمبو ثالث مدن إقليم شمال كيفو لوكالة فرانس بريس سقط 3 قتلى من عناصر بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وهم هنديان ومغربي، وجريح واحد. وفي صفوف المتظاهرين سقط 7 قتلى وعددا من الجرحى. وأمام قاعدة بعثة الأمم المتحدة قامت قوات الأمن بتفريغ المتظاهرين بحسب عدد من الشهود. وتمكنت قوات الأمن الكونغولية من احتواء الحشد بالقرب من القاعدة اللوجستية بصعوبة، فيما حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها لم نعد نريد مونوسوكو وداعا مونوسوكو. ويتهم المتظاهرون البعثة بأنها عاجزة عن كبح أعمال العنف والهجمات التي تشنها مئات الجماعات المسلحة الناشطة في شرق البلاد. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بعد محادثات مع الرئيس الأندونيسي جوكو ويدودو أن قوات الدفاع اليابانية ستشارك للمرة الأولى في تدريبات عسكرية في أندونيسيا الشهر المقبل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا. كما اتفق الزعيمان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة خلال اجتماعهما الثاني هذا العام بعد الاجتماع الذي عقد في أواخر أبريل الماضي، حيث قال كيشيدا أن أندونيسيا شريك استراتيجي رئيسي لليابان. وأضاف أن قوات الدفاع الذاتي اليابانية ستنضم إلى تدريبات درع جارودا العسكرية المشتركة التي ستجرى في أندونيسيا اعتبارا من أول أغسطس القادم مع الولايات المتحدة وأستراليا ودول أخرى. وقالت الولايات المتحدة الأمريكية أن التدريبات السنوية التي تجرى عادة بين أندونيسيا والولايات المتحدة ستكون أكبر بكثير من حيث النطاق والحجم مقارنة بالأعوام السابقة. قالت هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية أن زلزالا شدته 7.1 درجة وقع بالقرب من دولوريس في الفلبين وألحق أضرارا جسيمة بمستشفى وبنايات في إقليم بشمال البلاد، كما نجمت عنه هزات قوية في العاصمة مانيلا. وأعلن مسؤولون أنه تم إخلاء مستشفى في إقليم إبرا بعد انهيار جزئي بمبنى المستشفى في أعقاب الزلزال. وأعلن وزير الداخلية الفلبيني بنيامين أبولوس في مؤتمر صحفي أن زلزالا قويا في شمال البلاد أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين. وقالت هيئة المسح الجيولوجي أن الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات. وذكرت الهيئة الأمريكية أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 11 كيلومترا جنوب شرق دولوريس. وشعر سكان العاصمة مانيلا أيضا بالزلزال، وأوقفت شبكة مترو الأنفاق في المدينة الخدمة في ساعة الذروة بعد وقوع الزلزال حسب ما ذكرت وزارة النقل.
في الخبر الأخير صرح الرئيس الجديد لوكالة الفضاء الروسية أن وكالته قررت أن تقادر محطة الفضاء الدولية بعد العام 2024. ويأتي الإعلام في ظل التوتر بين الكرملين والغرب بشأن تدخل الحرب في أوكرانيا وحزمات العقوبات غير المسبوقة على روسيا. وعملت روسيا والولايات المتحدة الأمريكية جنبا إلى جنب في محطة الفضاء الدولية الموجودة في المدار منذ العام 1998. وقال رئيس روسكوسموس الذي تم تعيينه في المنصب في منتصف يوليو يوري بوريسوف لوبوتين في تصريحات نشرها الكرملين: بالطبع سنفي بكافة التزاماتنا لشركائنا، لكن اتخذ قرار مقادرة هذه المحطة بعد العام 2024. وتم إطلاق محطة الفضاء الدولية في عام 1998 وهي مأهولة باستمرار منذ نوفمبر 2000 بموجب شراكة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، وتضم أيضا كندا واليابان و11 دولة أوروبية. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. إصابة 14 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. توسيع برنامج تطعيم الأطفال في الإقليم الأوسط. تنظيم مهرجان الإريتريين في سويسرا. مقتل 15 شخصا خلال احتجاج ضد بعثة الأمم المتحدة في شرق جمهورية الكونغو. واليابان تشارك في تدريبات عسكرية في أندونيسيا لأول مرة. زلزال قوي يضرب شمال الفلبين ويخلف 4 ضحايا. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة. دمتم